بس يسوع نفسه وقف في ليل جثيماني، ليل كله دموع وصراع. في أوقات بتحس إنك واقع جوه ليل طويل مليان ضلمة من أفكار وذكريات كلها بتفكرك إن في حاجة وجعتك وطفت نورك. ليل كده بطعم الوحدة، ما فيهوش حضن ولا كلمة، بيحطك قدام نفسك من غير رحمة. وأصعب من الوجع هو الليل اللي يطول لحد ما تبقى صلاتك الوحيدة هي دموعك. ساعتها تسأل ربنا: يا رب انت شايف الليل ده ليه طويل؟ انا لسه هقدر؟ وناس كتير تفتكر ان اللي ليله طويل ايمانه ضعيف، بس يسوع نفسه وقف في ليل جثيماني، ليل كله دموع وصراع. وداود صرخ: الى متى يا رب تنساني؟ لكن في اخر المزمور لما شاف الفجر قال: اما انا فعلى رحمتك توكلت. بس اللي بيسأل السؤال ده مش بعيد عن ربنا على فكرة، ده قريب قوي وبيصرخ من عمق قلبه. الليل مش عقاب ولا كسر، الليل مساحة ربنا بيسيبها عشان روحك تتسمع، عشان تبطل تمثل انك قوي طول الوقت. والليل مهما طال عمره ما بينتصر ابدا، لان الفجر مش وعد، ده يقين. يقين انه جاي، وان وجعك طريق، لكن طريق نهايته تعافي. بيسندني وبيعيني ويجي يشيل كمان عني، ما بيبصش لتقصيري، ما بيملش في يوم مني.